خليني اقول لك على اسهل واسرع طريقه تقدر تكتب بيها الكلام وراك بالشكل ده، او تغير كمان الخلفيه بالشكل ده او بالشكل ده. كل ده بزرار واحد بس جوه الكاب كات. فتعالى بعد الانترو اقول لك ازاي. اولا ازيك، اتمنى تكونوا بخير واهلا بيك يا صديقي هنا مره تانية على قناه دكتور ماريو اللي بنتكلم فيها عن المونتاج وتصوير الفيديو. وكل سنه وانتوا طيبين. النهارده بقى الفيديو سريع ومدته قصيره، بس الافكت ده ناس كتير جدا بتبقى عايزه تعمله، والحقيقه ان هو ليه كذا طريقه. النهارده هنتكلم عن اسهل طريقه اللي اغلب صناع المحتوى او اغلب الناس بتعمله عن طريق الكاب كات. الموضوع كله يا صديقي هو ضغطة زرار، فتابع معايا عشان الفيديو ده والافكت ده بالذات هيعجبك وهتحتاجه كتير قوي. فيلا بينا ندخل الكاب كات. فيديو صغير كده على السريع. بس يا صديقي يا ريت قبل ما ندخل في كاب كات تدعمنا بلايك، وتاكد ان انت عامل سبسكرايب ومفعل الجرس علشان اللي جاي احلى بكتير قوي من الفيديوهات اللي فاتت. زغرته يا اخوان، يا حتى زغرتي والنبي. هنفتح بقى صديقي البرنامج الجميل بتاعنا بالشكل ده. بعد كده هنجيب اي فيديو تمام حابين ان احنا نطبق عليه. انا مثلا عندي هسحب الفيديو ده بالشكل ده. ده فيديو عادي جدا، شخص مثلا بيتمشى في غابة اهو. وكل ما كان فيه كونتراست يا صديقي، او كل ما كان فيه عزل في الالوان او اختلاف في الالوان كبير بين الشخص وبين الخلفيه بتاعته، كل ما كان الموضوع احسن بكتير. تعالى هنقص الكليب ده عندنا بالشكل ده مثلا، نكبر التايم لاين بتاعنا كده، هنلاقي ان الفيديو عادي عندنا بالشكل ده. طيب تعالى مثلا نجيب تكست نحطه فوق الفيديو كده تمام. تعالى مثلا نكتب دكتور ماريو فيديو جرافي تمام بالشكل ده. تعالى نغير الخط، نكبر الخط شويه تمام، ده كويس جدا ماشي. طيب كل اللي هنعمله بقى صديقي دلوقتي ان احنا هناخد دبليكيت او يعني نسخة تانية من الفيديو اللي احنا عايزين نحط الكلام وراه. ازاي؟ هضغط الت وبعد كده هسحب الكليب ده فوق الكلمة بالشكل ده. يبقى انا كده بقى عندي نسختين من الكليب. ولو لاحظت يا صديقي انا الكلمة عندي كده اختفت، لان احنا قلنا ان احنا بنتعامل بنظام اللايرز تمام. طيب انا عندي مادام اللاير فوق الكلمه يبقى خلاص هو خافي عن الكلمه. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هروح هنا فوق عند الكات اوت، وانا محدد يا صديقي الكليب اللي فوق. بعد كده هروح اعمل اوتو كات اوت بضغطة زرار واحدة يا صديقي. الموضوع بالذكاء الاصطناعي بقى في منتهى السهولة. كل اللي هو عمله هو اتعرف على الشخص اللي انت عايز ان انت تحدده وشالك منه الخلفية. طيب تعالى نلغي كده يا صديقي الفيديو اللي هو الاساسي اللي هو الاولاني اللي هو اللي تحت. تعالى لو خفيناه كده هتلاقي ان انا عندي بس العنصر هو اللي تم اختياره او اللي الذكاء الاصطناعي اتعرف عليه وحدده من الفيديو التاني وحط الكلمة وراه. طيب تعالى نظهره تاني كده ونشوف الموضوع بقى عامل ازاي. تعالى نجيب الماركر هنا. يبقى هو هنا يا صديقي شلي من الفيديو التاني اللي انا حطيته فوقه الخلفية وساب لي الشخص بس، وده كله بالذكاء الاصطناعي تمام. طيب حلو جدا. طبعا تقدر تتحكم في الكلمة زي ما انت عايز، تقدر تعمل فيها كل اللي انت عايزه تمام. يبقى الموضوع عندنا صديقي بضغطة زرار واحدة قدر ان هو يغير لي ويشيل الكلمة من قدام الشخص يحطها ورا الشخص. حلو جدا. طب تعالى نغير مثلا ونجرب في فيديو تاني. نشيل مثلا الفيديو ده وتعالى نجرب في فيديو الشخص اللي بيتمشى ده. تعالى وليكن نبدأ مثلا من اول هنا، هنضغط كيو علشان نشيل الجزء اللي على الشمال. حلو جدا. خلينا يا صديقي نجيب كلمة ولتكن هنا مثلا بالشكل ده تمام. نكبر كده نكتب ماريو فيديو اديتور تمام. طيب نغير برضو الفونت بتاعنا ليه اللي احنا عايزينه بالشكل ده ونكبر كده ماشي. هناخد دبليكيت قلنا الت ونسحب الكليب بتاعنا لفوق بالشكل ده. بعد كده نروح هنا فوق على الاوتو كات اوت نعمل اوتو كات اوت. هتلاقي الموضوع يا صديقي بضغطة زرار واحدة الموضوع بقى سهل جدا تمام. طيب مش بس كده، انا اقدر كمان ان انا اعمل على الشخص ده زي ستروك كده، واوقات بيبقى ليه اضافات حلوه قوي في المونتاج مع شغل البيبر والترانزيشنز والكلام ده بيبقى حلو قوي. بعد كده نعرف ان احنا ازاي ممكن نستخدمه. تقدر تتحكم طبعا في لونه من هنا
زي ما انت عايز. تمام، عندك التحكمات فيه سهلة جدا، تقدر ان انت تغير الشكل بتاعه كده او كده او اي شكل زي ما انت عايز. حلو الكلام. طيب تعالى مثلا نشيل بقى الفيديو الاصلي او الخلفية، خلي الراجل ده يمشي مثلا على خلفية تانية. تعالى نعمل لها ديليت بالشكل ده ونروح مثلا في اللايبراري. تمام. طيب تعالى هننزل هنا صديقي، نشوف اي خلفية مثلا، اي خلفية انت حابب تجرب على اي واحدة. تمام، تعالى مثلا خلينا نجرب دي بالشكل ده، ده بشكل مؤقت. يبقى انا كده صديقي قدرت ان انا اغير الخلفية بتاعة الشخص، اقدر ان انا اخليه يمشي على اي خلفية انا عايزها. تمام، ولتكن مثلا تعالى نشوف الخلفية دي. قدرت كمان ان انت تخلي الكلمة تظهر ورا الشخص بمنتهى السهولة وبضغطة زرار واحدة. تعالى كده صديقي نشوف الموضوع ده عامل ازاي. تمام، طبعا احنا ما بنستخدمش الموضوع ده طول الفيديو يا صديقي، ده بيبقى مجرد تأثير كده، احنا بنحطه بشكل بسيط مثلا في الفيديوهات بتاعتنا، بتدي تفاعل شوية وبيبقى الموضوع حلو. طب انا ممكن مثلا مش عايز احط كلمة، انا ممكن احط ستيكر زي ما انا عايز براحتي، ممكن احط اي ايموجي اللي انا عايزه. مثلا هنا هبدأ ان انا اسحبه تحت الشخص المقصوص بالطريقة دي، هلاقي ان هو صديقي حرك لي او نزل لي الاستيكر ورا الشخص بالطريقه دي. ممكن انا كمان انزله تحت كلمه دكتور ماريو او دكتور ماريو فيديو اديتور اللي احنا كاتبينها دي. تمام، يبقى الموضوع صديقي عندك بضغطة زرار واحده، اعمل كلمه ورا الشخص وقول لي على النتيجه. وبس كده يا صديقي، لحد هنا خلص الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى اكون عرفت اوصل المعلومه بشكل كويس، واتمنى ان انت تجربها وتقول لي الموضوع عمل معاك ايه في التعليقات زي ما ناس كتير جدا بتعمل. وفي الفيديوهات اللي فاتت الصراحه التفاعل بتاعكم كان حلو جدا، فشكرا من كل القلب ليكم. وبتبسط جدا بتعليقات الناس لما بتقول لي او بتبقى عايزه تسال على حاجه هي ما عرفتش توصل لها، فانا هستنى تقول لي عملت ايه وطبقت الافكت ده ازاي واستفدت منه ازاي تحت في الكومنتات. وما تنساش لو استفدت من الفيديو اعمل لنا لايك، ولو ناوي تكمل معانا رحله كاب كات اعمل سبسكرايب وفعل الجرس، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.